في الاول كده نصلي على النبي علشان احنا داخلين على جزئيه حلوه، يعني اللهم صل على سيدنا محمد. طيب احنا بعد ما شرحنا الواجهه بتاعه الابليكيشن يعتبر كلها، هنلاقي تحت عندنا المشاريع والقوالب، هم نفس في المشاريع والقوالب، مفيش ادنى مشكله. طيب احنا نرجع بس لنقطه تصاميم لك علشان يبقى الشكل ده هو اللي بتفتح عليه الابليكيشن. طيب عندنا هنا الفرق، تقدر ان انت تعمل حساب مدفوع من خلاله، بيعرض لك الميزات اللي انت هتقبلها منه. كده احنا خلصنا الجزئيه دي كلها. تمام. احنا قلنا يعتبر اهم نقطه موجوده عندنا في الابليكيشن حاليا هي جزء ازاي نبدا من الصفر في ديزاين احنا عايزين نعمله. طيب احنا هنا بندوس على علامه الاضافه اللي هي موجوده في النص. عندنا علامه اهي مره تانية علشان لو حد ما شافهاش. العلامه موجوده تحت في النص دي ما بين المشاريع والقوالب، عباره عن دايره وجواها علامه زائد، هي علامه الاضافه. طيب بندوس على علامه الاضافه دي، ايه اللي بيكون موجود جواها؟ اولا علامه بحث، ثانيا بيقول لك تخصيص حجم، او ان احنا نبدا نشتغل على حجم جاهز بالفعل. هو هنا بيديك الحجم فارغ من غير اي حاجه موجوده، حجم بس فارغ تماما. بيقول لك مثلا موقع الكتروني، غلاف فيسبوك، او معلومات رسوميه، او منشور انستجرام، او منشور فيسبوك، او ايا يكن الحجم اللي انت عايز تشتغل عليه. خلينا ان احنا نشتغل على منشور فيسبوك. ان احنا طبعا هنا الحجم بيبقى صغير شويه، مش بالشكل الطويل، لان احنا حطينا صوره طويله على فيسبوك بيقص جزء منها فوق وجزء تحت، ما بنشوفهاش من بره البوست غير لما ندخل جوه البوست، يبدا يعرض لنا الصوره اللي احنا شايفينها. فهنا لازم نستخدم كل حجم مناسب. فلما انت تيجي تعمل شغل فيسبوك مثلا لازم تستخدم الحجم ده، لما تيجي تعمل منشور مثلا انستجرام لازم تستخدم الحجم ده، تعمل لوجو لازم تستخدم الحجم ده، وهكذا. كل حاجه ليها الحجم المخصص ليها. تمام. اتمنى ان ما كنتش طولت عليكم في النقطه دي، ولكن هي من اهم النقط اللي احنا نشتغل عليها مع بعض.